السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم طلاب بريب 3 في فيديو جديد. في الفيديو بتاعنا النهاردة احنا هنتكلم عن ليسون 4 و 5 عندنا في الألجبرا. ليسون 4 و 5 بيتكلموا عندنا بعنوان Operation on Algebraic Fractions. يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا هناخد شوية Operation plus minus multiply divided وهنعملهم على الفراكشن بتاعنا. تمام، فخلونا من غير ما نضيع وقت نبدأ في الدرس بتاعنا. هو درس بسيط وسهل بس محتاج مننا ان احنا نبقى مركزين ونسمع الفيديو كامل. فلما نيجي نبص عندنا هنا في الدرس هي رول وهنمشي عليها. سواء بنعمل ديفايدد، بنعمل ملتبلاي، بنعمل ماينس، بنعمل بلس. بيقول لك بقى ايه الرول؟ اول ما تشوف المثال عندنا بتعمل فاكتورايزيشن. طبعا كلنا بنعرف نعمل فاكتورايزيشن. بعد ما بنعمل فاكتورايزيشن بنجيب مين؟ الكومن دومين. اتعلمنا ازاي نجيب كومن دومين في فيديوهات قبل كده. بعد ما بنجيب الكومن دومين ساعتها نقدر نعمل سمبليفاي. يعني لو في حاجه هتروح مع حاجه او كده نقدر نعمل لها سمبليفاي. بعد كده الاوبريشن. الاوبريشن دي يعني احنا ممكن نعمل لدول بلس، نعمل لهم ماينس، نعمل لهم ديفايدد، حسب هو هيطلب مننا ايه. وبعد كده في الاخر بنعمل سمبليفاي للريزلت بتاعتنا ويبقى جبنا الناتج بتاعنا. فخلونا بقى ايه، بدل ما احنا بنشرح كده نشوف مثال عملي على الكلام ده. دلوقتي احنا هنبدأ في الدرس بتاعنا بالاديشن والسبتراكشن. فنشوف بقى المثال اللي قدامنا هنا. بيقول لك find n of x in a simplest form. ومدير دلوقتي ال n of x بتاعتنا ب x بار 2 بلس ال 2x بلس ال 4، وهنا x بار 3 ماينس ال 8، وهنا x بار 2 بلس ال x ماينس 2 x بار 2 ماينس ال 4. طيب يا مستر كلنا بنعرف نعمل فاكتورايزيشن مش كده؟ اكيد يا مستر. لما نيجي نبص على هنا هنيجي نعمل مود 5 3 هنلاقيها طلعت بالاي، فبالتالي يبقى دي ملهاش فاكتورايزيشن. فهنيجي نقوم كاتبينها زي ما هي. هنيجي نقوم كاتبين كده ان ال n x هتبقى ايكوال x باور 2 بلس ال 2x بلس ال 4. الكلام ده بقى اوفر ايه؟ كنا خدنا قبل كده في فيديوهات ازاي نفك ال x باور 3 ماينس ال 8 دي. كنا هنعمل ايه يا مستر؟ بنعمل براكت كبير وبراكت صغير. يعني براكت كبير هنحط هنا ايه؟ دي بنعمل لها روت الباور 3. يعني هنا هنعمل لها ايه؟ هتبقى هنيجي نعمل اللي هو كده ونعمل كده. هتبقى كام؟ هتبقى اكس. هنا ال 8 دي هتبقى كام؟ هتبقى 2 يا مستر. فكده يبقى احنا وصلنا للبراكت الاول. البراكت التاني بتاعنا كنا بنعمل ايه؟ بنعمل لده سكوير، فيبقى ده سكوير، وده برضو بنعمل له سكوير فبيبقى 4، وبنضرب ده في ده. فعندنا هتبقى الإجابة إيه؟ هتبقى هنا بلس 2x بلس 4. يبقى احنا كده عملنا فاكتورايزيشن للجزء ده. نيجي بقى نبص هنا عشان نعمل له فاكتورايزيشن برضو هنكتب على الكالكوليتر. فلما نيجي نكتب على الكالكوليتر ده هيطلع عندنا بكام؟ هيطلع ال x بلس ال 2 وهنا ال x ماينس ال 1. والكلام ده هنا ده اسهل حاجه نقدر نفكها. بنفكها ايه؟ واحد بلس واحد ماينس، فهتبقى x بلس ال 2 وهنا ال x ماينس ال 2. محدش بقى يجي يقول لي هنعمل سمبليفاي يا مستر او كده. لا، الاول بنجيب مين؟ بنجيب الدومين بتاعنا. فلما نيجي نجيب الدومين بتاعنا نقول له يا باشا الدومين بتاعك ار ما عدا، ونيجي نبص على الحاجه اللي احنا كنا ذاكرناها قبل كده دي. عشان نجيب الحاجه اللي بتخلي دي زيرو تبقى كام؟ ال 2 يا مستر. فيبقى هنا 2 وهنا دي ملهاش، وهنا دي هتبقى برضه ب 2 وايه دي بنردف 2 ودي ب 2. فهناخد 2 واحده بس فنقوم كاتبين 2 ونردف 2. يبقى احنا كده جبنا الدومين اللي هو عايزه. هنيجي بقى نعمل الخطوه اللي كلنا بنحبها وهي ايه؟ السمبليفاي. شايفين حاجه هتروح مع حاجه؟ اه يا مستر ده هيروح مع ده، وهنا ده هيروح مع ده. فبقى عندنا هنا 1، فهتبقى 1 over ال x minus ال 2 بلس مين؟ ال x minus ال 1 over ال x minus ال 2. بعد ما احنا وصلنا للشكل ده بتاعنا احنا كده ما خلصناش. هناخد ال x minus 2 دي هنا كده هناخدها واحدة مع بعض، وهنا هنعمل ال 1 بلس مين؟ هنيجي نقوم كاتبين كده 1 بلس ال x minus ال 1. الكلام ده عندنا بيطلع بكام يا مستر؟ بيطلع ب x. فتبقى الإجابة النهائية بتاعتنا ال x over ال x minus 2. شفتوا بقى الدرس بسيط ازاي؟ هو كل العملية زي ما قلنا بنمشي على ستيبس وبنعملها. فخلونا بقى ايه نحل كمان سؤال بعد كده. السؤال اللي بعد كده عندنا بيقول لك ايه؟ find the n of x. وبندير دلوقتي برضو fraction x على x باور 2 plus 2x و 2x minus ال 4 على x باور 2 minus ال 4. عايزك بقى تبدأ تحل معايا وتوقف الفيديو وتبدأ تحل انت. لما نيجي نبص على السؤال بتاعنا احنا بنعمل ايه؟ اول حاجة بنعملها هي factorization. اللي فوق مش هيعمل له فاكتورايزيشن تمام، واللي تحت هنيجي نعمل فاكتورايزيشن هناخد الاكس كومن فاكتور. فبقى اكس بلس ال 2 تمام، بلس مين بقى؟ بلس عندنا دي هناخد كومن فاكتور ال 2، فيبقى عندنا اكس ماينس ال 2. وهنا اوفر اللي احنا بنحبه بنعمل ايه؟ بنعمل كوسين.
كوس بلس وكوس ماينس، يبقى اكس بلس 2 واكس ماينس 2. ما تعملش سمبليفاي على طول، قلنا بنعمل ايه؟ بنجيب الدومين. يبقى عندنا الدومين ايكوال ار ما عدا، مين شاطر يقول لي؟ هنا تبقى ايه؟ 0، وهنا نيجاتيف 2، وهنا برضو نيجاتيف 2 فمش هناخدها، وهنا 2. فيبقى عندنا الدومين بتاعنا الار ما عدا الزيرو والنيجاتيف 2 وال2. كده نقدر نعمل سمبليفاي براحتنا وبكل راحه. نيجي بقى نبص عندنا لما نيجي نعمل سمبليفاي، الاكس هتطير مع الاكس، وهنا الاكس ماينس 2 هتطير مع الاكس ماينس 2. فبالتالي يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي يا مستر؟ هتبقى ال1 اوفر الاكس بلس ال2 بلس 2 اوفر الاكس بلس ال2. طبعا كلنا عارفين هنعمل ايه؟ هنعمل اديشن. فهنا 1 بلس 2 بكام؟ ب 3، ودي هناخدها زي ما هي اكس بلس 2. يبقى الاجابه بتاعتنا وصلنا انها هتبقى ايه؟ 3 اوفر الاكس بلس ال2. هنا ممكن بقى نخش على السؤال اللي بعد كده. ودلوقتي ايه المختلف؟ ان هنا بيقول لك ريديوس، يعني احنا بنعمل ماينس، نفس الكلام هنعمله بنفس الخطوات، ولكن كل اللي هنعمله كل الاختلاف انها هتبقى ماينس. هنيجي برضو نفك هنا الاكس بار 2 ماينس ال 4، فهتبقى عندنا الاكس بلس ال 2 والاكس ماينس ال 2. وتحت هنا لما نيجي نعملها على الكالكوليتر هتطلع اكس ماينس ال 2 والاكس بلس ال 1. نفس الكلام هنا لما نيجي نفك هيطلع عندنا ايه؟ الاكس هنا والاكس ماينس ال 3، علشان خدنا دي ايه؟ خدناها كومن فاكتور اوفر مين يا مستر؟ دي هنعمل لها برضو فاكتورايزيشن، فهتبقى الاكس ماينس ال 3 والاكس بلس ال 1. قلنا هنعمل ايه الخطوه اللي بعد كده؟ بنجيب الدومين. الدومين هنا يبقى كام؟ الار ما عدا ال 2 والنيجاتيف 1 وال 3، وهنا برضو كتبنا النيجاتيف 1 فخلاص مش هنكتبها تاني. يبقى الدومين بتاعنا الار ما عدا ال 2 والنيجاتيف 1 ومين وال 3. يبقى بعد ما وصلنا للشكل ده نقدر نعمل سمبليفاي براحتنا عادي. السمبليفاي يتعمل ازاي؟ هنودي ده مع ده، ونفس الكلام هنا هنودي ده مع ده. يبقى بقى عندنا ايه يا مستر؟ يبقى بقى عندنا الاكس بلس ال2 اوفر الاكس بلس ال1. وهنا لما نيجي نعمل ماينس، مين اللي بقى؟ اكس اوفر الاكس بلس ال1. هنيجي نعمل ايه بقى يا مستر؟ برضه هناخد اللي تحت زي ما هو. فلما ناخد اللي تحت زي ما هو يبقى x بلس 1، وهنا x بلس ال 2 ماينس ال x. شايفين دي هتروح مع دي عشان نيجاتيف وبوزيتيف، يبقى بقى في الاخر 2. يبقى عندنا الاجابه بتاعتنا ال 2 اوفر ال x بلس ال 1. يبقى احنا كده فهمنا لما يجي لنا الريديوس بنعمل ايه، ولما بيجي لنا ان احنا نعمل اديشن بنعمل ايه. خلونا بقى ناخد مثال كمان. هو مثال ما بيجيش كتير بس هو مهم جدا عندنا. ليه بقى؟ لان هنا ما بيبقاش اللي تحت كومن. احنا كنا في كل الاسئله اللي احنا حليناها اللي تحت بيطلع زي بعض، فبناخده كومن وبنعمل اللي فوق بلس او ماينس، ويبقى كده الاجابه بتاعتنا خلصت. تعالوا بقى نتابع السؤال ده برضه. السؤال ده برضه بيقول لك ايه؟ x اوفر x بار 2 بلس 2x. طبعا يا مستر اول ما بنشوف مساله بنعمل لها ايه؟ فاكتورايزيشن. فتبقى عندنا ال x اوفر، هنا دي لما نيجي نعمل لها فاكتورايزيشن هتبقى ايه؟ هناخد ال x كومن، تبقى x و x بلس ال 2 بلس مين؟ ال x بلس ال 2 زي ما هي اوفر. عندنا دي لما تتفك هتبقى ايه؟ هتبقى ال x ماينس ال 2 وال x بلس ال 2، يعني هنا x بلس 2 وهنا x ماينس ال 2. يبقى احنا كده اول حاجه خلصناها وهي عندنا ايه؟ الفاكتورايزيشن. هنيجي نبص بقى على الحاجه اللي بعد كده. كنا بنجيب مين؟ كنا بنجيب الدومين يا مستر، دي سهله. يبقى الدومين ايكوال ار ما عدا الزيرو، وهنا النيجاتيف 2 وهنا ال2. ليه ما خدناش نيجاتيف 2 كمان؟ عشان احنا واخدينها من هنا. يبقى ده الدومين بتاعنا. نبص بقى بعد كده على الحاجه اللي بنحبها زي ما احنا قلنا وهي السمبليفاي. لما نيجي نعمل سمبليفاي للكلام ده هيطلع بايه؟ ده راح مع ده وده راح مع ده، فتبقى 1 اوفر الاكس بلس ال2 بلس مين؟ بلس الاكس اوفر الاكس ماينس 2. طيب يا مستر في الحالة دي احنا بنعمل ايه؟ يعني احنا دلوقتي عندنا دول مش نفس يعني مش نفس اللي هما هنا ايه؟ كومن. فبنعمل ايه؟ هقول لك بقى على تركايه بسيطة نقدر نعملها. نيجي نضرب الكلام ده او الكوز ده عندنا في مين؟ في اللي هو ده. يعني هنضربه في الاكس ماينس 2، ونفس الكلام هنضرب هنا في الاكس ماينس 2. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنضرب في الاكس بلس 2. يبقى هنا ضربنا كمان في اكس بلس 2. طيب يا مستر احنا ليه عملنا الكلام ده اصلا؟ هقول لك دلوقتي احنا ليه عملنا الكلام ده. هنيجي نكتشف مع بعض. لما نضرب ده في ده هيطلع بايه؟ هيطلع باكس ماينس 2، وهنا اكس بلس 2 والاكس ماينس 2 بلس مين؟ بلس هنا دلوقتي دي هتبقى عندنا بالشكل ده. هي عامله ازاي؟ هي دي معلش المفروض تبقى ب1،
ليه؟ عشان احنا لما جينا شلنا ده كله وشلنا ده كله فبقى 1 اوفر الاكس ماينس 2، فنيجي نكتبها 1 هتتضرب في الاكس بلس 2 هتبقى اكس بلس 2 على مين؟ على الاكس بلس 2 والاكس ماينس 2 يا مستر. فبقى عندنا بالشكل ده. نقدر دلوقتي نعمل لهم بلس. ايوه يا مستر نقدر نعمل لهم بلس، فبالتالي دي هتبقى عندنا بايه؟ هناخد اللي تحت كومن زي ما هو عادي، واللي فوق هنعمل اكس ماينس 2 بلس الاكس بلس ال 2، كل الكلام ده اوفر الاكس بلس ال 2 والاكس ماينس ال 2. يبقى كده وصلنا للشكل ده. فالشكل ده بتاعنا هنعمل ايه بقى يا مستر؟ هنودي النيجاتيف 2 مع 2 وبقى اكس واكس، اكس واكس اللي هي بكام؟ اللي هي ب 2 اكس، فبقت ال 2 اكس اوفر مين؟ الاكس بلس ال 2 والاكس ماينس 2. يبقى كل الفكره في السؤال بتاعنا ده احنا عملنا ايه يا مستر؟ مشينا الخطوات عادي جدا، وصلنا ان دول مش بيساووا بعض، فاضطرينا ان احنا نضرب في الاكس ماينس 2 والاكس بلس 2. دي بتبقى على حسب ايه؟ يعني دوت اكس بلس 2 وهنا اكس ماينس 2، فهنضرب هنا في اكس ماينس 2 وهنا هنضرب في الاكس بلس 2. يبقى احنا كده خلصنا كل حاجه تخص الاديشن والسبتراكشن في الفيديو بتاعنا. نخش بعد كده وننتقل على جزء جميل جدا وهو المالتيبليكيشن والديفيجن. هنا هنخش على طول بسؤال بيقول لك فايند الان اوف اكس، وايه هي الان اوف اكس اللي مديها لك؟ برده مديك فراكشن وحاجات عايزين نعملها. طبعا يا مستر احنا بنمشي خطوات بيزكس عادي. هنعمل ايه؟ هنعمل فاكتورايزيشن. فتعالوا بقى نعمل فاكتورايزيشن مع بعض. هنعمل دي فاكتورايزيشن على الكالكوليتر تطلع عندنا بايه؟ تطلع بالاكس ماينس ال2 والاكس بلس ال1. تمام. وهنا تحت برضو لما نيجي نعملها فاكتورايزيشن هتطلع الاكس ماينس 3 والاكس بلس ال1. كل ده طبعا ملتبلاي مين؟ دي سهله لما نيجي نفكها تبقى اكس بلس ال3 والاكس ماينس ال3. تمام. الكلام ده بقى عندنا هيبقى اوفر الاكس بلس ال3 والاكس ماينس 2. عاوزك اهم حاجه ما تتسرعش وتقول لي هنودي ده مع ده ونعمل كل الكلام ده. احنا بنعمل حاجه وهي ايه؟ كنا عارفين بنجيب الدومين. يبقى الدومين ار ما عدا مين يا مستر؟ هنا عندنا هتبقى ال3 وهنا النيجاتيف 1 وهنا ال3 اتكررت فمش هنكتبها وهنا ال2. فيبقى الار ما عدا ال3 والنيجاتيف 1 وال2. وهنا لما نيجي نبص هنلاقي برضو ان في النيردف 3، هتبقى 3 ونيردف 3 ونيردف 1 وال2. هنتفاجئ بقى بحاجه جميله جدا لما نيجي نعمل سمبليفاي. الحاجه الحلوه اللي موجوده في المالتيبليكيشن عندنا ومش موجوده في الاديشن والسبتراكشن ايه هي يا مستر؟ ان احنا نقدر نودي ده مع ده. تمام. هنا في الاديشن والاديشن والديفيجن بنعمل في الحته دي بس، وفي نفس الكلام هنا بنعمل في الحته دي بس. هنيجي نعمل كده وكده يبقى بقى دول. الحلو في المالتيبليكيشن ان احنا نقدر نودي الاكس ماينس 2 دي مع الاكس ماينس 2 دي والاكس ماينس 3 دي مع الاكس ماينس 3. فهنكتشف حاجه جميله جدا الا وهي ان الاجابه بتاعتنا مش هتبقى حاجه الا 1، لان كل الكلام ده راح مننا. يبقى السر هنا في المالتيبليكيشن بتاعنا ايه؟ كل اللي احنا بنعمله هو احنا بنمشي نفس الخطوات بتاعه الاديشن والسبتراكشن، ولكن لما نيجي نعمل سمبليفاي نقدر نعمل سمبليفاي حاجه من هنا مع حاجه من هنا. تمام. نخش بعد كده بقى على اخر حاجه معانا وهي الديفيجن. الديفيجن هي فكرته جميله جدا، ولو انت فهمت المالتيبليكيشن تقدر تحل الديفيجن عادي. تعالوا بقى نتابع مع بعض كده وهنشوف هنعمل ايه. دي ملهاش فاكتورايزيشن، هتبقى اكس بلس 2 عادي اوفر. لما نيجي نعمل دي على الكالكوليتر برضه هتطلع بالاي، فهنسيبها زي ما هي احسن. هنا الكلام ده كله هيبقى ديفايدد مين؟ هنيجي نفك ده بيتفك لايه يا مستر؟ بيتفك للاكس واكس بلس 2. الكلام ده اوفر مين؟ اوفر الاكس ماينس 27، الاكس بار 3 ماينس 27. فدي احنا كنا قلنا بنعمل براكت كبير وبراكت صغير، فهنعمل براكت كبير. هنا دي هتبقى ايه؟ اكس. وهنا دي لما نيجي نبص عليها هتبقى كام؟ هتبقى 3. وبراكت كبير ده باور 2 هتبقى اكس باور 2، وده باور 2 هتبقى بكام؟ هتبقى ب 9 بلس مين؟ بلس 3 اكس اللي هو ده في ده. تمام. يبقى احنا وصلنا للشكل الجميل بتاعنا ده. في الخطوه بقى اللي جايه احنا هنعمل حاجه لذيذه جدا، الا وهي احنا هنحول الديفيجن لمالتيبلاي. ازاي يا مستر هنعمل الكلام ده؟ هنيجي نرتب دي زي ما هي. اولا الاكس بلس ال2 اوفر الاكس باور 2 بلس ال 3 اكس بلس ال 9. لما نيجي نعمل مالتيبلاي هنشقلب الفراكشن، يعني اللي تحت هيبقى فوق واللي فوق هيبقى تحت، فتبقى اكس ماينس 3 والاكس باور 2 بلس ال 3 اكس بلس ال 9. الكلام ده كله هيبقى اوفر كام؟ الاكس بلس اكس بلس 2. يبقى هنا وصلنا للشكل الجميل بتاعنا ده. كنا بنجيب ايه يا مستر؟ هنجيب الدومين عادي، بس الاختلاف ان احنا كمان هناخد اللي فوق عشان احنا عملنا ايه؟ غيرناهم.
فهنيجي نقوم قايل له يا باشا الدومين بتاعك هيبقى ايكوال الار ما عدا مين. هنيجي نبص مع بعض هنلاقي ان هي هتبقى الار ما عدا الزيرو، وهنا دي اللي هي مين، اللي هي نيجاتيف 2، وهناخد من فوق كمان ال3 يبقى الار ما عدا الزيرو والنيجاتيف 2 وال3. نقدر بعد كده عادي ان احنا نعمل ايه سمبليفيكيشن، هنودي ده مع ده وهنودي ده مع ده، يبقى في الاخر الاجابه بتاعتنا هتبقى الاكس ماينس 3 اوفر الاكس. تمام. يبقى بكده احنا خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. هما درسين اللي احنا قلنا عليهم ليسون 4 وليسون 5 الاوبريشن. يبقى كل الفكره في الاوبريشن زي ما احنا قلنا في الاول، اول حاجه بنعملها فاكتورايزيشن، وبعدين بعد كده كنا بنعمل ايه يا مستر؟ كنا قلنا مع بعض كنا بنجيب الدومين، وبعد ما بنجيب الدومين بنعمل سمبليفاي، وبعدين نعمل الاوبريشن بتاعتنا عادي، وبعدين بعد كده نجيب السمبليفاي الاخيره والاجابه بتاعتنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، واستنونا في فيديوهات جايه كتير. شكرا.